من المحطات الرئيسية اللي لا تزال تشكل جرح غائر داخل الشعب المصري كله النقي الطيب، وخاصة الثوار الذين تأثروا بشكل مباشر منها، هي ما تسمى بموقعة الجمل. في فيديو طفى على السطح ونشرته على موقعها جريدة البديل الإلكترونية، له علاقة بما حدث في ذلك اليوم، وإن صح ما جاء فيه فهو يثير الكثير من القلق والتساؤل. نشوف جانب من هذا الفيديو. 100 طالعين انتوا تبع حد ولا مع نفسيكوا زينا؟ هنروح احنا فين؟ صح، الله يبارك لكم. احنا روضناها. حد كلمكم من الجيش يا رجاله؟ حد كلمكم من الجيش؟ يا ريس عملتوا فيه ايه؟ والله انتوا عملتوا اللي احنا ما عرفنا نعمله. والله يا عم يا عم، ولا احنا بلطجيه ولا احنا صحفيين. خد بس، خد بقول لك والله انتوا عملتوا اللي لازم يتعمل. والله يا رجاله مصر. يا باشا عملوا اللي كان لازم يتعمل يا باشا. والله السلام عليكم. ازي حضرتك يا باشا؟ اتفضل يا ريس. يلا ربنا يسترها. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. مش هو ده الفيسبوك بقى؟ شباب الفيسبوك والله ما دول بتوع الفيسبوك، اللي قاعدين دول مش بتوع الفيسبوك. لا بتوع الفيسبوك محترمين. احنا ما نضحكش على بعض. لا ما نضحكش على بعض يا بيه، مش دول والله. العيال بتوع الفيسبوك مشوا من يوم 25. يا عم من الاخر انا هقول لك، بص البلطجيه اتلمت، العيال الحراميه اتلموا، هي كانت هوجه في الزحمه. وخرجوا اللي كتر واللي نهب وخلف الفيلم، اللي قاعدين دمت هم برضه دماغهم تعبانه. الراجل غير كل حاجه، هو وجابوا رئيس وزراء نائب، انتوا عايزين ايه تاني؟ يلا الحمد لله. وبعدين ده مش ده اللي يتعمل فيه كده. الحمد لله. احنا هنعض ببعضينا. عايزين زي تونس كده نعض ببعضينا وتخرب. حسن زعلان. مرة أخرى، يعني المفروض أنه الفيديو ده رفعه ناشط اسمه الأستاذ نضال موسى، ونشرته جريدة البديل الإلكترونية. معنا الآن على الهاتف الأستاذ والزميل الصحفي. حضرتك أن أنا يعني أوقف تسلسل القصة، لأنه معنا الآن على الهاتف أحد قيادات القوات المسلحة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ يسري. ازاي ساعة حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ والله الحمد لله. حضرتك بقالك فترة ما بتشرفنيش بصوتك في البرنامج. الله يكرمك ويبارك فيك، ده الشرف لي انا والله. الله يخليك يا فندم. الله يخليك، بس كنت في سفر كده فيعني بس متابعك برضه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. طيب دلوقتي انا شفت دي اول حلقة طبعا اشوفها من حوالي 15 يوم كده. نعم. لان كنت مشغول كده ان انا انت بصراحه انا بشكرك اولا على موقفك، لان انت تبنيت الجانب الاخر اللي هو غير متواجد معاك في الحلقه، وهو جانب المجلس الاعلى، فكنت بترد عننا، فده يعني مش بعيد عنك، وده انت اساسا كده. اشكرك. فلازم الغائب بترد وجوده. واجمل ما في الموضوع برضو اللي هي الفقره بتاعه الشريط اللي في الاخر اللي احنا اتفرجنا عليه، اللقطه اللي جت على التليفون محمول كده متصور رجل يعني من اللي هم العصابات المسلحه دي بتاعه الجمال والدواب دي، ومطلوب فيها التحقيق. يعني انت حتى كمان ايدت يا استاذ يسري وتقول مطلوب، ما انا بقى اللي اطلب التحقيق في هذه الواقعه، لان ده اتهام واضح وصريح لتواطؤ القوات المسلحه في موقعة الجمل.
يعني عشان نسمي الامور بمسمياتها بقى، ما نتكلمش بالكفر ولا لا، لازم حتى لفظ الشفافيه ما بقاش حابب استخدمه لانه يستخدم في العصر البائد والفاسد والكلام ده. فاحنا لازم نتكلم بمنتهى الوضوح والصراحه كده. طبعا ده اتهام مش في محله. ده راجل معلش اسف بردون، يعني راجل عرباجي بيقول اي كلام، ولما بيقول الجيش معانا ما هو ما يعرفش الجيش مين ولا الشرطه مين، وقالوا له واللي برمجه قال له ايه بالظبط. ولما حتى تسمع كلام تقول له يقول لك الايه الجيش بوك مش الفيسبوك، حاجه يعني كده مش قرينه داله الا اذا كان هناك مثلا حسن النافع مسك في الحته دي، الا اذا كان هو بقى عايز القوات المسلحه. ده احنا بنقول يوم الجمعه يا اخوانا نبقى ده القوات المسلحه بتاعتكم، فمش هتتواطأ ابدا. ولو كانت هي متواطئه ما كانتش من البدايه تبنت الثوره وحمت مبادئها وامتنعت عن انها تمشي في اتجاهات مش مظبوطه. فده لو كانت عايزه تخلص ما خلصت من الاول، انما ده امر غير وارد. وانا بقول لك الكلام ده يا استاذ يسري والله وانا في حلم من الحلفان، انما انا اساسا يعني ما خدتش برميشن عشان اتكلم، عشان تبقى عارف. وتاخيري في الكلام انا عايز اوصل لنهايه الحديث ايه عشان اقدر ارد. انت طلعت بقى حضرتك بالفاصل ومشوا الساده الضيوف، انما انا والله ما لحقت، فتاخيري ده له سبب. انا اقدر لحضرتك اهتمام حضرتك على المشاركه. اللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي انا ممكن احاسب عليه وانا ممكن اروح الشغل بكره، مش مشكله، ما يهمنيش. لا ان شاء الله ما يحصلش ان شاء الله. انا اصل ما فيش ذا جيم از اوفر. انا بالنسبه لي ما فيش. انا هستعير من بنتي نواره اللي هي بتقول انا ما فيش بيني وبين حد حاجه، انا بيني وبين ناس مصر. انا بتعجبني كلمتها دي، انا عجباني دي قوي، فانا هستعيرها منها. انا برضه ما يهمنيش، انا يهمني مصر. انما لازم اقول لحضرتك حاجه عشان شعب مصر وشبابنا يعرفوا حاجه مهمه جدا. اولا برضه الاخ اللي كان قاعد انا مش عارف اسمه، ده شباب الثوره اللي كان قاعد في اليمين ده، برضه كان بيقول عمليه الفزاعه. ما فيش حد بيفزع حد، لا ثوره بتفزع الجيش ولا مجلس اعلى ولا المجلس الاعلى بيفزع. احنا كلنا مصريين يا اخوانا لان هدفنا واحد. ما فيش حد بيفزع حد. ولا لما تنزل في ميدان التحرير ده انا نفسي تنزل عشان تقول مطالبك واعرف مطالبك ايه واحققها لك. ولما انت بتقول حاجه بقتنع بيها وبشوف ان هي في صالح مصر بنفذها، لو مش في صالح مصر هقول لك لا مش هنفذها وانت هتساعدني على كده. فالموضوع يا اخوانا ما حدش بيفزع حد. وبعدين رفض الضغوط. سيادتك قلت نقطه مهمه قوي دلوقتي لفتت نظري. حضرتك نفسك ينزلوا ميدان التحرير عشان يعبروا عن اللي يعبر رايه بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها يا استاذ يوسف. طيب جميل. طبعا بطريقه سلميه وما يعطلش طبعا، وقول اللي انت عايزه وبديمقراطيه، ومش ده اللي احنا عايزينه. انا عايز استمتع يا اخي بالديمقراطيه زيك. هو عيب؟ هو حرام؟ بالطريقه اللي هي المشروعه القانونيه الجميله اللي اتعملت من الاول، اللي هو العالم كلها شاهد لها واللي شاهد بشبابنا. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، وان احنا نراعي برضه ظروف المرحله اللي احنا فيها. وبعدين موضوع الاقتصاد، انا هرجع للنقطه الاولانيه ثاني، بس عايز اصل انا في حاجات كتيره في دماغي. القصه بتاعت الفزاعه الاقتصاد، ما هفزعك بالاقتصاد ليه؟ انا عايز اخرب بلدي؟ لا، ما ترفع سماعه التليفون وكلم وزير الماليه قول له الحدوته ايه يا اخوانا؟ احنا مش رايحين فين؟ لما مثلا بيتكلموا على قصه المحليات، لا المحلات مجلس الاعلى واخد فيها قرار. اطلب السيد وزير العدل وقول له ايه قصه المحلات وايه اللي بيحكم الموضوع ده، ضوابط قانونيه عشان ما تحل الكلام ده كله. فاسال المتخصصين في هذا الامر من الحكومه وهم يقولوا ايه الحكايه بالظبط ايه. انما مش كل التهم والشماعات تتعلق على المجلس الاعلى. في نقطه كمان عايز اخش ده جبنا ست المجلس الاعلى. المجلس الاعلى والقوات المسلحه هم كيان واحد ولا ينفصلان ابدا. القاده دول هم القاده، ولكن قياده القوات المسلحه اللي هي بتتمثل في المجلس الاعلى هي بتلعب بدورين، دور بقياده القوات المسلحه وفي نفس الوقت دور بالدور السياسي. صحيح. والدور السياسي ده اللي هو ما هو النقد ايه؟ هو النقد ده انت بتشتمني؟ لا تشتمني لا. انما تقول اللي انت عايزه في اطار الايه؟ معلش مش الكلام ديك يا استاذ ياسر، انا بكلم عام يعني كلام عام باردون يعني. انما تقول في ايه؟ في اطار الشياكه واطار اللياقه واللياقه واطار المسموحات، وتقول المتى شاء. فالمجلس الاعلى هنا احنا ما بتنقدش المجلس الاعلى، انت بتنقد دوره السياسي وده مسموح لان كده. جميل جدا. انما ما ننفصلش ابدا كمجلس اعلى عن القوات المسلحه عشان نوصف الامور ايه تبقى لا ما طبعا ده مفهوم انه طبعا قياده القوات المسلحه من ناحيه صحيح من الناحيه الوظيفيه. لكن انا اشكر سيادتك على انه اكدت على انه الدور السياسي ونعرف اخطاء ازاي لما تنقضني. صحيح. ممكن اسال سؤال؟ معانا في الاستوديو بالمناسبه
الاستاذ جمال عيد، لو حضرتك ما عندكش مانع، هو عنده بس تساؤل سريع لو حضرتك اذنت. طب اكمل عشان بس ايه. اتفضل يا فندم. انا سبت دماغي عشان ما تلخبطونيش وانا مش قدكم. حاضر اتفضل. انا مش قدكم. لا اله الا الله. انا واخدين ايه الكلام اللي حضرتك دلوقتي، انت بس هستخدم اصابع يديك عشان تحط لي قوسين من اللي انت بتعملهم. انا هحطهم كده جنب، هشيلهم خالص. لا استخدم لي قوسين مهمين كده بين قوسين. بص بقى، اتفضل. الكلام اللي هقوله ده انا مش مسموح ان انا اقوله. اتفضل. انما انا شهاده لربنا احاسب عليها، اقسم لك بالله العلي العظيم عشان مصر كلها تسمع والعالم كله يسمع على التي بقى ان الكلام ده كان في مركز العمليات، وانا مش مصرح لان انا اقوله. ان ساعه ما حضرت موقعة الجمل وحضر المشير حسين طنطاوي بنفسه، وهذا الرجل عمل اتصال، والكلام ده انا بقول لك انا ممكن ما اروحش الشغل بكره انما هقوله، عمل اتصال برئاسه الجمهوريه وقال لهم ايه اللي بيحصل ده، التهريج اللي بيحصل ده ايه؟ انا عايز اعرف الموضوع ده ايه بالنص، وانا مش مسؤول معاكم ولا ايه؟ لو الكلام ده عليكم يد بيه يخلص فورا. هذا الكلام ما حدث من المشير حسن طنطاوي، وكلهم انكروا معرفتهم بهذا الامر. قال فورا اللي ليه يد في هذا الموضوع ينتهي، مش اللي يجيب له واحد يسوق لجمل وماشي له قدام الجامعه ويصور له ويقول له قاتل مسلح. ده راجل مش داري بالدنيا. فانا اقسمت لك يمين الله وانا مش هخش جهنم عشان ارضيك وارضي حد. لا اله الا الله. فدي شهاده بقى للتاريخ، بس عشان نقطع الشك بالاخير، وده اللي خلاني اتكلمت. انا اشكر حضرتك جدا على تفضلك بتشريكنا معك في هذه المعلومه. وانا مش منوط ان انا حد يقول لي وانا عارف بكره هيحصل لي ايه، انما رزق على الله. حتى لو ما اروحش انا خلاص راجل 57 سنه وانتهيت. لا اله الا الله. ربنا يديك الصحه طول العمر. اسال بقى ما تشاء. هذه دعوه تحرك اليك لتفتح لنا قلبك، لا تحبس كلماتك بين ضلوعك. احنا بافكارك بخواطرك بكل ما تضيق به، وثق اننا معا امام نافذه مفتوح. قول بقى ما تشاء. الله يخليك يا فندم. لا انا بس، لا هو كان في تساؤل صغير بس من جانب الاستاذ جمال عيد مدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، اللي تصادف انه يكون موجود معانا دلوقتي رغم ان هي فقره اخرى. انا ماليش فيها. لا هو مش سؤال، هو تاكيد. يعني حضرتك قلت انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه في الجيش وهو بيقوم بدور سياسي، وطبعا بيرحب بالنقد طبعا. والنقد يعني كلمه النقد جايه من ان انا يعني بنتقد حد دائما بحترمه وبحبه، ولاني بحبه وبحترمه فبوضح له خطأه، فلا بد يجي كنقد. حضرتك موافق معايا مش كده؟ طبعا. وانا محامي انه النقد ليس جريمه للمجلس الاعلى للقوات المسلحه نهائيا. تمام؟ انا مكتفي بده وافكر يعني. لا لان بنعلنه الصحفيين بيخافوا. مين اللي قال كده؟ لا حضرتك انا بشتغل يعني احنا عندنا الصحفيين بيخافوا جدا. عايزين نقول لهم ان النقد مطلوب ومفيش حد فوق النقد، لان لما احب حد لازم اوضح له لو اخطا في شيء، لاننا مش ملائكه. معايا حضرتك؟ صديقي العزيز، احنا لا يمكن نصل لنتائج مرجوه واهداف مظبوطه حميده الا بالحوار والنقد. انت لو اخطات هنقودك. طبعا. يعني لا انتوا بتحاكموني بس انا بنتقد. لا مين يتحاكم؟ انتوا بتحاكمونا بس احنا بننتقد. لا مفيش حاجه سيبونا ننتقد. مين؟ طب هقول لك حاجه بعد اذن حضرتك، مين يتحاكم؟ اصل انا ابن بلد فبرضه يعني لا هو قلبي زي حضرتك كده. هي كان على سبيل المزاح يا فندم، على سبيل المزاح. بس في بقول لك ايه، في حاجه بين النقد وفي حاجه بقى فرق بين النقد والتجاوزات يا استاذ يوسف. نعم صحيح. حتى اللي تجاوز ما عملوش حاجه. انا متفق جدا مع حضرتك. احنا معاكم مش ضدكم، مفيش حاجه اسمها كده، ما تقولوش كده، ما صحش. لا هو على العموم قبل ما يثير الاستاذ جمال عيد هذه النقطه، اعتقد انه حضرتك تفضلت واكدت عليها. والله ابدا ما لا في حاجه خالص، وبصدر رحب جدا، لان احنا هدفنا لا تبقى زي الفل ونبقى كلنا يعني، والديمقراطيه الثوره دي مؤمنين بيها من واحنا بنقول ان دي مش ثوره. وبعدين معلش عشان كلام سياده اللي هو السويلم، يعني سياده الرئيس بيقول على مخططات موجوده من زمان. فالراجل بيقول ان الثوره دي يعني اشتروها بالفلوس ده، لو كان كده ننزل كل يوم عشان ناخد 20 مليون نسد الديون. يعني في عتب بس على سياده اللي هو سويلم. ما يقصدش المعنى ده، يعني ناخد بالمعنى الحميد وما ننساش كل واحد بيعبر عن نفسه. طيب لا احنا كلنا يعبر عن نفسه. جميل. اتفضل. احنا متفقين فعلا على الحقيقه دي. انا شاكر جدا 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 لحضرتك، اخذت من وقتك،
واولا يعني قلت لنا معلومه واضح ان هي ما كانتش يعني كنا نعرفها قبل كده، ودي في حد ذاتها ده تعمل منشات كبير في اي جورنال بكره، لكن طبعا الوقت متاخر مش هيلحقوها في الجرايد. ده خبر كبير. انا اشكر حضرتك واشكر شجاعتك انك تقولها برغم حسب ما حضرتك قلت ما كانش عندك. انا ممكن ما ابقاش في الشغل بكره. لا ان شاء الله ما يكونش، لان انا اعتقد رقم واحد انه الامور بس الحق بتاع ربنا لازم يتقال. صحيح، وانا اعتقد انه ده اعاده تاكيد على انه الامور لما بتتم بحسن النيه، وانا ما عنديش ادنى شك في حسن نيه حضرتك وانت بتقول لنا المعلومه وتشاركنا معاك فيها، انه طالما الامور مبنيه على حسن النيه ربنا بيسهلها في الاخر، وده اللي ان شاء الله نأمله جميعا. ونعم بالله. اشكرك شكرا جزيلا على وقت حضرتك. كان معنا احد قيادات القوات المسلحه تعليقا على